السلام عليكم يا أبطال الثانوية العامة. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله دي أول حلقة معانا في الكورس التأسيسي لثانوية عامة، وهنشرح ان شاء الله من الPDF دوت، وهنزله لكم علشان تذاكروا منه. ويلا بينا نبدأ بأول حلقة معانا. هنخلي ان شاء الله الإنجليزي سهل وبسيط، وهنوصل بيه من الصفر للقمة بأسهل طريق ان شاء الله. يلا بينا نبدأ بأول حاجة. اول حاجة معانا النهاردة هنتكلم عن ال parts of speech. يعني ايه parts of speech؟ يعني اجزاء الكلام. نكتب بس نترجم ونبدأ نشرح علشان نفهم مع بعض. اجزاء الكلام او اقسام الكلام دي عبارة عن ايه؟ اسمها بالانجلش parts of speech. تمام. اول حاجة معانا عبارة عن noun اللي هو الاسم، او pronoun اللي هو الضمير، او الفعل اللي هو verb او صفة adjective، حال adverb، أداة article، حرف جر preposition، ضمير أو اللي هو الربط، يعني ضمير ربط أو كده أو رابط يعني conjunction. تمام. يبقى أقسام الكلام اللي هي ال parts of speech اللي بنكون بيها الجملة. احنا بنبدأ من الصفر دلوقتي، ازاي نكون الجملة في الانجليش. تمام. احنا من دلوقتي بنقول اقسام الكلام دي عبارة عن noun او pronoun او verb او adjective او adverb او article او preposition او conjunction. تمام. الحاجات دي بنستخدمها امتى؟ بنستخدمها لما نيجي نكون الجملة الانجليزية. لو مثلا ادانا نكتب جملة او سألنا موقع الكلمة دي في الكلام ايه، يعني نقول له بقى noun او pronoun او الحاجات اللي احنا خدناها دي كلها. تمام. يبقى لازم نحفظهم كويس علشان نقدر نحل او نكون اي جملة انجليزية. هنبدأ دلوقتي بأول حاجة اللي هي النون، اللي هي برضو بالعربي الاسم. تمام. ايه الاسم ده؟ عبارة عن ايه يعني؟ الاسم ده هي كلمة بتستخدم للتسمية. ايوه، بنسمي بيها ايه؟ اسم بقى انسان، حيوان، مكان، جماد، او اسم مجرد. الاسم ده يعني بنسمي بيه الحاجة. تمام. ينقسم الاسم الى ايه بقى؟ إلى اسم العام. اسم عام common noun. هنقول كله وبعد كده نشرح كل حاجة بالتفصيل. أو اسم العلم اللي هو اسمه the proper noun، أو الاسم المجرد the abstract noun، أو اسم المادة يعني the material noun. تمام. أول حاجة معانا يعني ايه the common noun؟ الاسم العام. كل حاجة ليها نوع. الاسم العام بتاعها يعني مثلا عندنا البيرد ده والطائر. عندنا بقى ممكن يبقى باروت او او عصفورة مثلا. يعني عندنا الطيور في العربي ايه؟ عصفورة، دجاجة، ببغاء، اي حاجة. عندنا باروت بقى والحاجات دي كلها اللي احنا عارفينها. اوكي. طيب البوك ده عبارة عن ايه؟ كتاب. طيب الكتاب ده ممكن يبقى ايه؟ ممكن يبقى مثلا كتاب رواية، كتاب قصة، كتاب انجليش، كتاب عربي، اي كتاب. تمام. يبقى ده اسم عام لكل نوع. ماشي. اسمه ايه؟ ذا كومن ناون. تمام. عندنا كور. طيب عندنا كور ده اللي هو ايه بقى؟ فيرنا، مش عارفه، BMW، انواع كتير. تمام. يبقى ده الاسم العام. المان ده اسم الرجل يعني. تمام. وعندنا برضو الجير. طب المان ده برضو منه اسماء احمد وعلي وعمر وكل الاسماء اللي احنا عارفينها دي. تمام. طيب الجيرل برضو كذلك اسماء البنات. البن في منه انواع. التري عندنا بقى التري اشجار كتير، انواع كتير. تمام. طيب عندنا برضو ذا abstract noun. طيب abstract noun ده يعني اسم مجرد، حاجة ما نقدرش معنوية، يعني شيء معنوي وليس مادي، حاجة ما نقدرش نمسكها بإيدينا. الجمال ده يعتبر ايه؟ حاجة معنوية ما نقدرش نمسكها بإيدينا. طيب الكارج اللي هي الشجاعة، الفير خوف، لاف الحب، evil الشر، حاجات ما نقدرش نمسكها بإيدينا. تمام. يبقى خدنا دلوقتي النون، اخدنا فيه حاجتين: ذا common noun اللي هو الاسم العام لكل نوع، وذا abstract noun اللي هو الاسم المجرد. تمام. عندنا دلوقتي برضو اسم العلم the proper noun. تمام. العلم اللي هي حاجة، اسم شخص او مكان او حدث. تمام. حاجة يعني حاجة الشخص ده بتاعته هو بس، ما ينفعش يعني مثلا ده ولد اسمه علي، يبقى ما ينفعش اي حد تاني اسمه احمد اقول علي. لا، دي حاجة بتاع علي بس، هو اللي اسمه علي، ما ينفعش حد تاني. تمام. آية برضو، واحدة اسمها آية،
خلاص، ده هي مشهورة باسم ايه؟ ايجيبت، مصر، مفيش دولة تانية اسمها ايجيبت، خلاص هي ايجيبت واحدة. تمام. افريكا اللي هي قارة افريقيا. كايرو، مكان واحد اسمه كايرو اللي هو القاهرة. تمام. اسم المادة اللي هو ذا ماتيريال ناون، جلاس، جولد. جلاس ده ازاز، جولد ذهب، ايرون حديد، ميلك لبن، سولت مثلا ملح، ووتر ميه، ايفل كده. تمام. لا، ايفل دي مش في اسم المادة خالص، غلط، هي دي اكيد غلطة او حاجة. المادة الخام اللي هو اسمه ذا ماتيريال ناون. كده دلوقتي احنا اخدنا ايه؟ اخدنا الناون. تمام. اللي هو من اقسام الكلام. النون ده 4 حاجات: ذا كومن ناون اللي هو الاسم العام، او ذا ابستراكت ناون الاسم المجرد، ذا بروبر ناون الاسم اسم العلم، ذا ماتيريال ناون اللي هو اسم المادة. تمام. ده اول حاجة في اقسام الكلام اللي هو النون. طيب ندخل على اللي بعده اللي هو pronouns. ايه اللي pronouns دي؟ اللي هي الضمائر. يعني ايه ضمائر اصلا؟ الضمائر زي ما قايلين لنا في الشرح، كلمة بنستخدمها بدل من الاسم وبتحل محله. يعني مثلا عندنا علي ده، ممكن نستخدمه علي اتس تشيز، يعني علي هو اللي اكل الجبنة. طيب لو مش عايزين نقول علي ممكن نقول ايه؟ نقول هي دي بقى اسمها ايه؟ ضمير فاعل. يبقى ضمائر الفاعل دي بتحل محل الفاعل. طيب ضمائر المفعول اللي هي object pronouns بتحل محل المفعول. طيب possessive pronouns بتحل محل الشخص المالك. تمام. طيب reflective pronouns ضمائر المنعكس. طيب demonstrative pronouns ضمائر الإشارة. ident identifying pronouns ضمائر غير محددة. relative pronouns ضمائر الوصل. طبعا كنا عارفين هنشرح كل الضمائر دي في فيديو تفصيلي، ونعرف كل نوع من السبع انواع من الضمائر دول، بس دلوقتي احنا بنشرح بس بوجه عام يعني. تمام. يبقى ضمائر الفعل البروناونز عامة 7 انواع، اللي هو subject pronouns ضمائر الفاعل، object pronouns ضمائر المفعول، possessive pronouns ضمائر الملكية، reflexive pronouns الضمائر المنعكسة، demonstrative pronouns identifying pronouns reflective pronouns. تمام. يبقى كده أخدنا النون وأخدنا البروناون. طيب دلوقتي بقى هنشرح الفيرب. الفيرب يعني ايه؟ يعني الفعل. الفعل عبارة عن ايه؟ عبارة عن كلمة بنستخدمها للتعبير عن حركة اللي هو action، أو حالة state، أو حدث وتأتي في زمن محدد. تمام. يبقى الفعل بنستخدمه عشان نعبر عن حركة، أو حالة أو حدث وتأتي في زمن محدد. تمام. ده اسمه ايه؟ اسمه verb. هنقول example دلوقتي اللي هو مثلا he works hard. فين الفيرب اللي هو works ده بنستخدمه عشان نعبر عن العمل اللي هو حركة. تمام. works ده في زمن ايه؟ في زمن المضارع البسيط. ماشي. في زمن present simple tense. يبقى هو زي ما قلنا بنستخدم التعبير عن حركة وفي زمن محدد. تمام. طيب اللي بعدها I will take you with me. دي في زمن ايه؟ في زمن الفيوتشر المستقبل. وتيك ده بتعبر عن ايه؟ عن نية او حركة او حدث يعني. تمام. يبقى لازم نطبق التعريف على الافعال. ماشي. هنا برضو بيقولك ايه؟ لاحظ ان الفعل يتبع الفاعل من حيث المفرد والجمع. ايوه، من حيث الزمن بقى، زي مثلا زمن المضارع البسيط لازم نضيف للمفرد اسم. طيب في زمن المضارع البسيط هنا I suppose. ماشي. I دي مش مفرد، دي بنعملها كأنها ضمير جمع، فما ضفناش اسم. تمام. يبقى كده بالظبط you are بتستخدم مع I we you they. يبقى تمام كده الفعل بيتبع الفعل من حيث المفرد والجمع. طيب اللي بعدها he has. فعلا has بتيجي مع he وشي وات. تمام. وهاز بيجي بعدها الباست participle اللي هو gun. يبقى كده تمام. يبقى صح، احنا كده طبقنا الملحوظة دي برضو. ماشي. عندنا برضو لابد أن يكون الفعل ظاهريا بألفاظ اللغة العربية التي يمكن أن يكون الفعل فيها غير موجود. تمام. يعني احنا ممكن نستخدم اللي هو فعل مساعد واحنا مش بنستخدمه في اللغة العربية. يعني بنستخدم auxiliary verb هو مش موجود في اللغة العربية أصلا.
ماشي، احنا في اللغة العربية بنقول هو مدرس، في الانجليش مش بنقول هي تيتشر، لا غلط، لازم نستخدم verb في الانجليش. الجملة بتتكون وهي فيها verb، اوكي. لازم نقول he is a teacher، مع ان احنا ما قلناش is دي معناها يكون، احنا ما قلناش يكون في العربي، احنا قلنا هو مدرس على طول، مش قلنا هو يكون مدرس. بس في الانجليش بقى لازم نحط verb، اوكي. برضو هم اطباء، هنا قلنا ازاي are doctors، مش قلنا هم يكونوا اطباء، لا لا لا، قلنا هم اطباء على طول، ماشي. يبقى كده احنا اخدنا الناون والبروناون والفيرب، ماشي. دلوقتي هناخد الادجكتيفز. عندنا دلوقتي الادجكتيفز دي اللي هي الصفات. الصفة دي عبارة عن ايه؟ الصفة دي كلمة تصف الاسم او والضمير، وتأتي قبل الصفة او بعد الافعال، اوكي. لا، وتأتي قبل الاسم بقى، اكيد الصفة دي غلط. وتأتي قبل الاسم. لازم نربط حاجتين، ان الصفة بتيجي مع الاسم، اما الحال بيجي مع الفعل، او الصفة بتيجي مع الافعال اللي ما فيهاش حركة، او الافعال الساكنة او الستاتيف فيربس. هنفهم دلوقتي ازاي. افعال زي ايه؟ طبعا زي verb to be، ده فعل stative او فعل ساكن. verb to be، نحفظ الافعال دي كويس عشان هي مهمة جدا، دي اللي بيجي معاها الصفات. اما بقية الافعال اللي هي فيها action او حركة بيجي معاها حال، ماشي. قلنا زي verb to be: look, seem, sound, appear, become, stay, feel, taste, smell, touch, full, grow, turn, how, go, get, come. تمام. يبقى الافعال دي اللي هي الافعال الساكنه بيجي معاها صفات، او الصفه بتيجي قبل الاسم. بيقول ايه هنا؟ لا يحدث اي تغيير للصفه سواء كان موصوف مفرد او جمع او مذكر او مؤنث. فعلا الصفه مش ينفع تجمع ولا تذكر ولا تؤنث، الصفه بنحطها زي ما هي مع اي فاعل، سواء مفرد جمع مذكر مؤنث، اي حاجه بتفضل زي ما هي. قلنا he is clever، she is clever، برضو they are clever. الصفه لا تجمع ولا تذكر ولا تؤنث، تمام. يبقى احنا اخدنا النهارده ايه؟ اخدنا الناون بروناون، اخدنا الفيرب، اخدنا adjective. تمام. ان شاء الله الحلقه الجايه هنكمل بقيه الاربع انواع، وهناخد الحلقه اللي بعدها ان شاء الله انواع الضمائر زي ما قلنا: الفاعل والمفعول والملكيه والمنعكسه والروابط والحاجات دي كلها، ان شاء الله باذن الله هنخلصها. ودي كان اول حلقه يعني في الكورس التأسيسي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اللايك والشير والسبسكرايب، وقولوا لنا اي حاجه صعبه معاكم في الكومنتات علشان نشرح لكم الفيديو الجاي. ومع السلامه.